السلام عليكم خوتي خواتاتي في فيديو جديد. الفيديو تاع اليوم اسطوري. علاه؟ خاطش الفيديو تاع اليوم فيه 3 حلقات، ماشي حلقه واحده، 3 الحلقه الاولى هي قصه مايك الحديده، بالانجليزيه يعيطوا لها ايرون مايك. والصراحه واحد ما يكذبش، انا واحد من الناس نعرف مايك تايسون، بصح ما على باليش باللي كاين بزاف عفايس صراولو في حياته، كاين بزاف عفايس صراولو في حياته انا كنت ما نعرفهمش. المهم خوتي ما نطولوا عليكم ما والو. في 30 جوان 1966 فورت جرين، وبالتحديد في منطقه بروكلين، تبدا حكايتنا مع مايك تايسون اللي الاب تاعو واسمه جيمي سيفور كيرك باتريك. هرب وخلى مايك ويماه وحدهم. وملاحظه مايك عنده خوه واختو. ايا هنا مايك وخاوتو رفدوا اللقب تاع يماهم اللي هو تايسون، خاطش باباهم هرب خاوتو. ايا في اول مراحل الطفوله تاعو كانوا عايشين في واحد البلاصه لا كلاس انتيك، حومه انتيك. الحومه هذه اسمها ستيفسون. بصح بدات المشاكل الماليه تزير في العائله، هذا الشيء اللي خلاهم ينتقلوا لبلاصه واحده اخرى واسمها براونزفيل. ومن الاسم باينه خاوتي هذه حومه تاع قهويين. وبراونزفيل هذه كانت وحده من اعنف الاحياء في الامريكان خاوتي. ايا هنا يا خاوتي قلعت تنمر. علاه؟ بسبب الطريقه اللي يهضر بها خونا مايك. والسيد هذا كان دراري، يعني نقول لك 6 سنين 7 5 في هذه الجوايه. مفاجاه الحاجه اللي ما يعرفوهاش الناس انه مايك تايسون كي كان صغير كان عاقل بزاف، شغل كي تشوفوه ما تقولش هذا السيد تاع مشاكل وعنيف، لا خو انسان انتيك. وباش يجبد على اللعيبه تاعهم بدا يربي في الحمام، يربي فيهم في السطح. نقول لك السيد فري لي زوم مي هكاك وما سلكش منهم يا خاوتي. زاد جا واحد الطفل هنطله حكم له حمامه من الحمام تاعو وطرطق لها رقبتها. ويا ليته ما درهاش يا خاوتي، خاطش علاه؟ خاطش هذه كانت القطره التي افاضت الكاس، ويدخل فيه جبد تعطيه دمرو ما خلالوش خاوتي. وجهه ولا شغل صاك تاع بوكس. ايا من ثم يدورها غير سرقه، عمل شاغب، ولا ما ولا عريان خاوتي. من الاخر كي لحق ولا في عمره 13 سنه، هادشي مازالو 13 سنه، كان دخل لمصلحه اعاده التربيه 38 خطره. ايا هنايا يا خاوتي يدخل القصه تاعنا شخص جديد واسمه بوبي ستيوارت. الانسان هذا مايك تايسون كان يتلاقى به اكثر من يماه. علاه؟ خاطش الانسان هذا كان هو المستشار تاع مصلحه اعاده التربيه اللي دائما فيها مايك تايسون. والحاجه اللي لازم تعرفوها يا خاوتي هي انه بوبي ستيوارت هو ايضا ملاكم سابق. ايا شاف باللي مايك عنده كامل المقومات باش يكون ملاكم. من الاخر انت انسان بوكسور. اي حكمو اداه عند واحد الانسان واسمه كاس داماتو، واحد من انجح المدربين في التاريخ خاوتي. انا نقول لك المدرب هذا كاع اللي اونطريناهم كانوا ابطال العالم، ما خلى حتى هو كاع شواكر اللي حكمهم. ايا مايك تايسون كي ولا في عمره 16 سنه توفات يماه للاسف، والمدرب تاعو كاس داماتو دار واحد الهدف فريشي كوره، واللي هي ولا هو الوصي القانوني عليه بالعربيه، ولا هو العائله تاعو. ايا هنا يدخلها غير سبور اونطرينمون ما كاش كاع حاجه واحده اخرى. بعد عامين ولا في عمره 18 سنه دار اول كومبا ليه كونتر هيكتور مرسيدس. في الجوله الاولى يا خوتي خدعوا رقدوا في الارض، كاش اللعب كاع ما يحلبش حبيبي. راني نقول لك تلمو كان شيكور دار 28 كومبا ربح منهم 26 بالضربه القاضيه، ومن هذوك 26 16 كانوا في الجوله الاولى. اي الصحف والتلفزيون اخيرا لقاو حاجه يلصقوا فيها، لقاو ترند طفل صغير راهو دير لها العجلات بالمخبط. بصح المدرب تاعو كان مبعدو على المشاكل وتكسر الراس، تسمى كان جابدو على هاد لي ميديا وهاد الصوالح. كان غير لونطرينمون يطلع للرينغ يحكم سيدي بندر ويولي للدار. ميمام هاد العفسه يا خاوتي وحبست للاسف، خاطش في 1985 خونا كاس داماتو المدرب تاع مايك تايسون توفى، وهكا مايك تايسون بقى وحده ما عنده حتى واحد. ايا في 16 فبراير 1986 كانت اول كومبا لمايك تايسون جوز في التلفزيون. سيبون راني نقول لك العالميه حبيبي، الناس كاع ولا تعرفوا. وكانت كونتر جيسي فيرغسون. واش راك تستنى حبيبي؟ باينه بلي ربح. وفي نفس العام تزيد تطيح له كومبا واحده اخرى، بصح هاد الخطره مع بطل العالم السابق، تسمى حاجه فري خشينه خاوتي اللي هو حبيبنا فرايزر. اللي منطقيا كومبا راح تكون صعيبه، علاش؟ خاطش حبيبنا بطل العالم السابق، ومنطقيا راهو رايح يطول معاه. هادي اذا ما خسرش كاع، بصح 30 ثانيه يا خاوتي انا عميه كيما راك تسمع. You got knocked the fuck out. 30 ثانيه جابوا رقدوا في الارض. الان مادام طربق السيد هذا تسمى لازم له ماتش على الحزام. ما تقول لي والو حبيبي، الحق وقتها انايا ضربت بطل العالم السابق، جيب لي كومبا
على الهيفي ويت تشامبيون. The undefeated heavyweight has signed to fight in the HBO title unification series and he'll face Trevor Berbick. وكما كان الحال في نوفمبر 1986 كومبا مع تريفور بيربيك. كومبا كانت الناس تستنى فيها تكون اسطوريه. علاش؟ خاطش كومبا تاع اللقب بزوج عيبات شواكر. مايك تايسون ما يفهمش خاوتي، من الجوله الاولى حتى الجوله الثانيه وهو يضرب فيه. كمل معاه في الجوله الثانيه in spectacular fashion. He goes down. He should be able to get up from this. His legs may be shut. They are as Trevor Berbick falls back. It's all over. We've got a brand new heavyweight champion of the world. وهكا يا خاوتي مايك تايسون ولا هو اصغر حامل للقب في التاريخ بعمر 21 سنه و4 شهور. ايامور الكومبا هذه فاتوا بزاف كومبات، بصح مايك تايسون كان عنده شعار واحد اللي هو التدمير والتبندير. اللي يطيح في المقله يتقلع ما يفهمش، لدرجه وين ولا عنده 3 احزمه. بون ما باش انا هاد الاحزمه تاع واش خاطيني البوكس ما نقدرش نفهمكم. انا الحاجه اللي على بالي بها كان يحكم الناس يتضارب معاهم حزام كثر حزام الرابح يدي كلش. بصح دوك احنا لازم نطرحوا على روحنا سؤال، وشنو هو السبب اللي خلى مايك تايسون يولي شيكور هكذا؟ الحاجه الاولى اللي لازم تعرفوها على مايك تايسون يا خاوتي هي كان قصير بزاف في المجال تاع البوكس، لواحد الدرجه وين كان كل اللي ضربوا معاه كانوا كاع طوال عليه. الناس تشوفها حاجه سلبيه، ولكن مايك تايسون العكس، كانت واحده من نقاط القوه تاعو، سورتو بالستيل تاع ديمسي رول. ديمسي رول هذا شغل كيما قال بن شيخ على كروس، رجعتني كروس مو يسوي كلاس جيبها منا مدها منا، يعني تتحرك كيما سوي كلاس. الان ستيل كاين. بقات لنا حاجه اخرى مهمه بزاف. الحاجه المهمه هي البنيه يا خاوتي. البنيه تاع مايك تايسون كانت قاصحه بزاف يا خاوتي، كان كيقيس يدمر. المهم هاد الصوالح كامل كي طمهم يخرجوا لك مايك تايسون، حتى الناس ولات تعيط له بادست مان ان ذا بلانيت، معناتها أسوأ شخص في المجرة. بصح المشكل تاع تايسون يا خاوتي ما كانش كامل في البوكس، المشكل تاعو كان في حياته برا البوكس. خاطش في نفس هذه الفترة كان عنده واحد المشكل مع الزوجة، والقضية كانت رايحة للطلاق يا خاوتي. ومن بعد كيما كان الحال طلقوا، ومن بعد موراها واش راح دار؟ راح حاوز لونطرينور ديالو كيفن روني. كيفن روني هذا السيد عنده فضل كبير على مايك تايسون. علاش؟ خاطش هو اللي جا موركاز دماتو. اي تايسون من دون اي سابق انذار يروح يحاوز. والمشكل مور ما تحاوز حبيبنا روني الناس ولات تروماركي باللي ستيل تاع تايسون نقص شويه، ما ولاش كيما كان بكري، وزاد ولا ثقيل شويه، يعني كي يجي فيتي الدبازي ماشي كيما كان بكري. المهم جات الكومبا تاع تايسون كونتر دوغلاس اللي كانت في اليابان. اعيد واكرر، الطاقم التدريبي تاع مايك تايسون تاع بكري ما كاشو. الان راهو جاب عباد نصهم صحابه نصهم خاطيهم كاع المجال تاع البوكس. وقبل الكومبا هذه كان سهران في ملهى ليلي حتى الزوج تاع الصباح. بصح هذا كاع ويبقى مايك الحديده، يعني على الورق هو الرابح اوفيسيال. ولكن صارت واحد الحاجه واحد ما توقعها اللي هي خساره مايك تايسون. I believe that you will go down in history as the greatest heavyweight champion. ايا دوك انت يا عزيزي المشاهد كي تسمع باللي مايك تايسون خسر دير في بالك باللي دوغلاس هذا شيكور. هي لا دوغلاس هذا ماشي زعيم ولا انتيك ولا شيكور، لا السيد عنده موهبه وانتيك فقط. بصح كانت خاصاته واحد الحاجه تبوسيه باش يروح يربح مايك تايسون. وللاسف يا خاوتي الحاجه هذه اللي بوساته هي الوفاه تاع يماه. اي هنا قرر يربح الحزام على جالها برك. هذا ما كان يخمم في والو. وفوق هذا الشيء كامل يتلاقى بأسوأ فيرسيون تاع مايك تايسون لواحد الدرجه وين عين مايك تايسون كي تنفخت الطاقم التدريبي تاعو نساو باش يجيبوا له انسويل هذه العفسه شغل. المهم راكم تشوفوا فيها فيديو خلاص. المهم داروا له الثلج يا اخي، تبهديله كحله راني نقول لك. تسمى الربحه تاع دوغلاس كانت مضمونه، مالغري صرا خطا لا يغتفر من الاربيت يا خاوتي. وين في الجوله السابعه مايك صرع دوغلاس، اما دوغلاس طاح في الارض. الاربيت كي بدا يحسب كان يتقل في الحساب. كاين ناس تقول لك بالعين وكاين ناس تقول لك لا. دوك تقولوا لي كيفاش عرفت بلي يتقل في الحساب؟ خاطش كنت روماركي الاربيتر اللي راه اون فاس ليه، جاب لي ربي هذاك الحكم المساعد كيما في البالون هذاك كي كان في الثانيه السابعه الحكم تاعنا كان مازالو في الرابعه. مي نقدروا نقولوا بلي هذا ماهوش سبب للخساره، خاطشكوا على بالكم. وهكا يا خوتي راحت له كارير تاع من دون خساره اللي قليل بزاف في البوكس اللي نجح فيها. انا نقول لك في التاريخ تاع البوكس قلال الناس اللي عندهم كارير كومبلي من دون خساره. مور الماتش هذا مايك تايسون قال لهم بلي الخساره كونتر دوغلاس كانت افضل حاجه صارت له، خاطش خلاته يتواضع ويحاول يطور من روحه. وبسبب هذا التصريح صارت واحده من افضل الكومبات في التاريخ يا خوتي. بس على ربي خسرها كالعاده. قال لك يا ودي مايك تايسون هو المنافس الاول على اللقب، وكاين واحد الانسان واحد اخر واسمه رودوك هو المنافس الثاني على اللقب. الزوج هادوما داروا ماتش بيناتهم باش الرابح يروح ينافس على اللقب.
الماتش هذا يا خوتي كان اسطوري، بصح الحمار تاع الاربيتر في الجوله السابعه حبس الماتش على اساس رودوك تصرع، وانت كي تسمع تصرع تما دير في بالك بلي ما راهوش قادر ينوض، بصح كي تروح تشوف واش راني نحكي لك ما تفهمش كاع واش صرا. Now the right combination. Steele steps in. Is it over? It's over. It's over. المهم حبيبنا رودوك المدعو الريزر دا قتلو قال لك عاودوا لي الماتش خاطر راكو حقرتوني. تايسون قال له ماشي كاع مشكل، ارواح حكموا بندرو خلاص الماتش. ايا كيما قلت لكم مادام ربح هاد السيد نورمالمون عنده كومبا على اللقب، بصح مور الماتش هذا بفتره قصيره الدوله تحكم ترفض مايك تايسون. علاه؟ قال لك يا ودي كاين واحد المره راهيش كاتبيه، ومور المحاكمه وفي سنه 1992 خبطوه ب6 سنين حبس يا خاوتي. ال6 سنين حبس هادوما تجوز منهم 3 سنين برك، ومن بعد كي شافوه عاقل وانتيك طلقوه. وهكا يا خوتي دمرت السمعه تاع واحد من اشرس الملاكمين في التاريخ. خلاص تما كي تدخل الحبس يطيح علامك واحد ما يولي قادرك. ولكن يا خوتي في الحبس صارت له افضل حاجه ممكن تصرى الانسان كافر، واللي هي تخلل الاسلام. وكي تخلل الاسلام تعلم بزاف صوالح، منها الانضباط، التواضع، وهاد العفايس عاونوه بزاف في الكارير تاعو. السيد راني نقول لك كي دخل الحبس كان يوزن 126 كيلو، ايا مور ما خرج من الحبس ولا يوزن 97 كيلو. حبيبنا نقص قريب 30 كيلو. راني نقول لك قطره تاع دهون متسعه، السيد رايح كاع عضلات، حتى الناس وتخلعت فيه بداو يتسائلوا هذا ماشي كان في الحبس. ايا غير خرج من الحبس طاحت له واحد الكومبا مع واحد الانسان واسمه بيتر ماكنيلي، من دون اي اطاله يا خاوتي حكموا خرج فيه زعاف تاع 3 سنين حبس. والمشكل ماشي غير ماكنيلي اللي خرج فيه الزعاف تاع الحبس، ولا اللي يحكموا يبندروا، حتى جات الكومبا اللي كان يحوس عليها اللي هي لقب الوزن الثقيل. ومن دون اي مقدمات الكومبا هذه صرا فيها التالي والضرب المتتالي. والحاجه الافضل يا خوتي هي كي ربح زاد سجد لهم في الرينج. صيبون خوتي هذه هي افضل ريمونطادا في العالم. حبيبنا دخل للحبس اونطرينا شويه، خرج كلا الاخضر واليابس وصيبون. تسمى هكذا نقدروا نقولوا بلي عاود حيا المسيره تاعو. ولكن حمق لي على لكن هذه ودير تحتها زوج سطور. لحقت الكومبا تاع ايفاندر هوليفيلد. بون الكومبا الاولى خاطر هما كاين زوج. الكومبا الاولى يا خوتي ملاحظه برك خونا مايك تايسون خسر فيها. دوك تتساءل تقول لي علاه خسر؟ بكل بساطه يا خوتي الاربيتر حبس الماتش خاطر خونا مايك تايسون مهطوه بالضرب. ايا موراها تجي الكومبا الزوجه اللي كنا نعتقد باللي مايك تايسون راهو رايح ينتقم على واش صرالو. بدات الكومبا بصح الناس بدات تروماركي واحد الحاجه اللي هي ايفاندر هذا راهو يبروفوكي في مايك، كان يدخل فيه بليبول، ضربوا بالكود في عينه، فتح له عينه، يقول لك صرا فيه الباطل. وهنا يا خاوتي فطن مايك الشرير الفيرسيون تاع قبل ما يدخل للحبس. في مسكم واش دار خاوتي؟ لا قولوا لي زعما واش دار. عضلوا ودنو خاوتي، والله غير راني نحكي سيريو، غير عضلوا ودنو. المهم تخلطت، دخلوا سيباراوهم، تسلكوهم، تخلطت، نقول لك فراوها بالسيف، عاودوا ولاو يضربوا كيف زاد حكموا زاد عضلوا ودنو بصح الاخرى. راني نقول لك عضلوا ودنه في زوج، وحده قطع له منها طرف، قوجا طرف قطعوا له من ودنه. اي هنا رابطه الملاكمه قررت تحبسوا عامين كعقوبه وتزيد له غرامه تاع 3 ملايين دولار. مور ما خلصت العقوبه جا الماتش تاعو كونتر لينوكس لويس. وهنايا تسمع الجمله المشهوره تاع مايك تايسون اللي تلقاوها غير في التيك توك والايديت وهذوك الصوالح اللي كان يشكر فيها في روحه. There's no one that can match me. My style is impetuous. My defense is impregnable. And I'm just ferocious. I want your heart. I want to eat his children. Praise be to Allah. المهم يا خوتي نص ساعه هو يشكر في روحه مع الاخر خسر. Kid Dynamite was never coming back. وهكذا يا خوتي صح هذه هي الاخيره. خلاصت حكايه مايك تايسون بعد ما تلقى الهزيمه الرابعه ليه في مسيرته. والمشكل ما حبستش هنا، زاد خسر موراها 2 خطرات واعلن الافلاس تاعو. راكم تستناو نقول لكم سي بون خلاص الفيديو بون علاه خاطر رايحين نتلاقاو في الحلقه الجايه.